طبعا مش هنيجي نحتفل برأس السنة. بيحتفلوا بيها اخواتنا المسيحيين يا حبيبي مش احنا. ليه يا بابا؟ ما انا بسمع ناس كتير بيحتفلوا برأس السنة وبيجيبوا بابا نوين ويجيبوا شجرة. يا حبيبي احنا بنصلي بموحدين بالله، وما ينفعش ان احنا نقول نحتفل برأس السنة، عشان احنا يا حبيبي احنا لنا عيدين مش عيد واحد يا حبيبي. عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى الكبير. طب يا بابا ما انا شايف معظم الناس بتحتفل، احنا هنعمل ايه النهارده يا بابا؟ السنة الجديدة دي يا حبيبي مش بابا نوين وشجرة والكلام الفاضي ده. السنة الجديدة ايه يا حبيبي؟ عبارة عن ايه؟ ايه، في ناس بتبدأ حياتها من جديد في أول السنة الجديدة وتقرب من ربنا أكتر، ولازم تصلي يا حبيبي وتقول السنة الجديدة دي يا رب تكون خير وهنا علينا وتكون بالخير والسعادة كلها. يعني انت عايز تفهمني ايه يا بابا؟ أنا مش فاهم حاجة من الكلام اللي انت بتقوله ده، وبعدين ماسك التليفون مش فاهم منك ولا كلمة. يا ابني يا حبيبي انت بتلخبطني كده، مش عارف اعمل الشغل اللي في ايدي على التليفون. بابا عشان خاطري سيب التليفون دقيقة وفهمني. حاضر يا حبيبي من عينيا الاتنين. قصة الليلة دي كلها يا حبيبي اللي انت عامل لي فيها هو الليلة، وعايز تفهم ايه الدنيا وايه السنة الجديدة. السنة الجديدة يا حبيبي نفسي اغير امك واغيرك، زهقت منك ومن امك. ليه يا بابا؟ ما احنا كنا حلوين زي الفل دلوقتي، ده لو ماما جت قدامك دلوقتي مش هتقدر تقول بام. نفسي السنة الجديدة دي تعدي عليا بخير وسلامة وبراحة. بلاش ردح امك ده معايا يا ولا، خف عني شوية، ما تبقاش انت امك رداح كده ونكدي. انا احسن حاجة راح اقعد على القهوة مع اصحابي قبل امك ما تطلع وتعمل لنا موضوع كبير ومشكلة مش هنقدر نخلص منها في سنتك اللي معلم بها الا ربنا النهارده. طب ايه رايك يا بابا؟ انا عايز تورتيه كبيره وشويه فاكهه. مش انت قلت احنا مش بتاعت بابا نوين ولا شجر ولا الكلام ده؟ طب يلا يا عم، انا قلت لك هات لي تورتيه حلوه كده وشويه فاكهه من ايدك الحلوه يا بابا، يا احلى بابا في الدنيا. عمرك يا ولا همك على بطنك زي امك، جاتكم داهيه في خلقتكم دي. يا ولا ابوك سمعني مالها السنه الجديده يا حبيبي؟ ابدا ابدا يا ماما مفيش حاجه، ده بيقول انا خارج واقعد مع اصحابي على القهوه. احسب افتكر بيقول حاجه تانية، كنت طلعت شرفطت وش امه. فينا شرك. انا بقول له عايز اغيرك ليه؟ ما انا عايز اغيرك عشان صوتك ده مش حاسس بالانثى خالص بصوتك ولا بحياتك. انت بتقول حاجه يا بابا وانت ماشي؟ جاتك دايه في خلقتك انت وامك، ما بقولش حاجه يا ولا. انا ماشي وسايب لكم البيت قد ساعتين كده ارتاح من وشكم. حاجه تانية يا ابني يا حبيبي؟ افتكر ابوك بيقول حاجه هو ماشي، اصل انا سمعت بيقول حاجات كده هو ماشي، مش عارفه هو اللي بيقولها ولا انا سمعت غلط. يا ماما في المطبخ ولا راميه ودنك علينا يا ماما بالظبط؟ ما بقولش حاجه يا مراتي يا حبيبتي، بقول اشوفكم على خير. قدامك الخير كله يا ابو العيال والهنا والسعاده. نفسي مرة في حياتي احس بطعم الانوثة معايا. الله ما علينا. امشي من هنا بسرعة وانفد بجلدي قبل ما الولية دي تطلع تفترسني كده وتفتكرني حاجة تتاكل تاكلني هي وابنها.